مساء الفل عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى نعمل مع بعض فرخه محشيه تحفه جميله هتعجبكم جدا، ودايبه دوبان، والرز مفلفل وطعمها بجد بجد روعه، وبتتبيله بسيطه ومش هتاخد منكم وقت. يلا بقى بينا نخش على الطريقه ونشوف عملنا الفرخه الجميله دي ازاي. هنجيب بقى الفرخة هنا وننقعها في محلول النقع. المحلول النقع ده عبارة عن سكر وملح وليمون، وهنسيبها بقى. بعد ما نسيبها شايفين المية لونها هيبقى عامل ازاي؟ هناخدها بقى نشطفها ونصفيها حلوة قوي، ما يبقاش فيها ولا نقطة مية. وبعدين نجيبها بقى ونتبلها. شايفين الناس النباتيين، انا ما استخسرتش فيكم، ما طلبت منه وصفات نباتية عملتلكوا اهي. نباتية دي ولا مش نباتية؟ تاكل ايه؟ ذرة تبقى نباتية. بس هنجيب بقى الفرخة كده ونشكشكها حلوة قوي زي ما انتوا شايفين، علشان تخش التتبيلة جواها، عشان الفرخة دي كبيرة شوية. يعني المفروض فراخ الحشو ما تزيدش عن كيلو ونص، دي اكبر شوية، فعشان كده شكشكتها بقى حلوة قوي من كل الجوانب، عشان لما اجي اتبلها يدخل التتبيلة وتستوي بسهولة. هنا بقى هجيب بصلتين متوسطين، وهجيب ملح وفلفل وبابريكا وشطة وبهارات فراخ، وهنزل بيهم على البصل كده، وهروح اضربهم بقى في الكبة علشان نشوف هنعمل ايه. بس بعد ما ضربتهم هنا بقى هناخد نص التتبيلة هشيلها على جنب، عشان برضه هوريكم هننزل بيها هنعمل بيها الرز، دي بتبقى تحفة. بس هركنهم بقى على جنب كده، واخد بقية التتبيلة اللي احنا عملناها وهنتبل بقى بيها الفرخة. بس قبل ما نتبلها هننزل بمعلقتين خل كده علشان تستوي معانا بسرعة، عشان الخل بيطر الأنسجة. بس هنتبل بقى الفرخة يمين وشمال. بص وانا بتبلها هنا حسيت ان الايه، الصدر مش مفتح كده، فشكشكته كده شوية عشان يشرب من التتبيلة كده وتطلع معاكو جميلة وتحفة ودايبة. فعلا طلعت روعة، يعني كان نفسي والله تبقوا موجودين كده وتاكلوا معايا. بس هنتبلها بقى كويس جدا، مش هنسيب حتة كده مش متبلة. يمين بقى وشمال، بصوا مسجوها يعني مرمطوها. عشان ايه؟ عشان تبقى تغلى قوي. انا ما استخسرتش فيك اهو، جبتلكوا برغم ان الفراخ غالية، بس يلا تاخدوش على كده. بس بعد ما هنتبلها بقى كده حلو زي ما انتوا شايفين، هنسيبها بقى على جنب. وهنجيب بقى 3 كوبايات رز. انا هنا استخدمت 3 كوبايات رز، عشان احنا بنحب الرز اللي تحتها يعني ناكله معاها. بس هنروح بقى على النار نجيب زيت وسمنة كده، وننزل بيه في بقية التتبيلة اللي احنا عاملينها. البصلة دي عليها ايه؟ ملح وفلفل وبهارات فراخ وبابريكا وشطة، الشطة على حسب الرغبة. وهننزل فيهم كده نقلبهم كده حلو قوي. وهنا بقى التركاية بتودي الحشوة في حتة تانية، معلقة القرفة فعلا بتفرق وبتبقى روعة. بس بعد ما نقلب بقى كده مع القرفة، هننزل بقى بعد ما توصل اللون ده هننزل بقى باتنين ماجي، عشان انا كده خلاص هسوي. انا مش هحط ملح، انا هستكفي بالاتنين ماجي مع حبة الملح اللي كانوا في البصلة من الاول. هنزل هنا باتنين ماجي بقى، وبعدين هنزل بالرز بقى. احنا كنا غاسلين الرز ومصفينه حلو قوي، مش هننقعه، احنا هنغسله ونصفيه ننزل بيه على طول كده. هننزل بقى بالرز ونقلب. هنا الرز على حسب اللي انت عايزاه، عايزه كوبايتين كوبايه براحتكم. انا هنا عشان ايه، احنا هما بيحبوا الرز هنا بتاع الحشوه دي فانا كترت. وهنقلب بقى حلو قوي زي ما انتوا شايفين. وهننزل بقى بالميه. الميه لازم تبقى مغليه والرز ابيض يعني اقل من العقله زي ما انتوا هتشوفوا كده. انا عايزه ابقى قد كده عاير لكم الرز، يعني هنا 3 كوبايات رز عليهم 3 كوبايات ميه. وبعدين لازم المية تكون مغلية زي ما قلنا. هنغطي بقى ونسيب وناخد بقى. بص اول ما يتشرب ما يستويش، يعني يا دوبك يتشرب كده، هو اللي كده لسه ني. هناخد بقى ايه عشان نحشي الفرخ. هناخد كده حبة حلوين نحشي بيها الفرخة دي، وهنقلب فيه كده بقى عشان يبرد شوية، لان هو سخن جدا. نفضل نقلب كده لغاية اما البخار يطلع، او تسيبوه لو عندكم وقت تسيبوه يبرد شوية. انا هنا بقى ايه، حشيت بقى الفرخة حلوة قوي بكل الرز، عشان الرز ده بيتخانقوا عليه. في ناس كده انا مش عايزة اقول اسمها،
هي عارفة نفسها، بتخليش حد ياكل من الرز ده، كلوا من الرز اللي بره وسيبولي ده. هنجيب بقى الصلصة، يعني معلقتين صلصة كده زي ما انتوا شايفين، وعليها ملح وفلفل وحبة زيت، ونقلب بقى حلو قوي. وناخد بقى الخليط دوت وندهن بيه الفرخة بقى يمين وشمال وفوق. بصي ما تسيبيش حتة من الفرخة ما تاخدش اللون ده، عشان اللون ده اللي هيطلعها جميل كده زي ما انتوا هتشوفوه في الاخر. انا هنا ما سبتش. جبت بقى كيس حراري، ما عندكيش كيس حراري حطي الفرخة وغطيها بورق فويل ودخليه، بس هي كبيرة فلازم كيس حراري عشان يطلعها حلو كده في السوا. هدخلها بقى في كيس الحراري واربطه كده، واحضر مية مغلية عشان احطها في الصينية. ربطتها بقى حلو جدا، هشكشكها كده زي ما انتوا شايفين كذا خرم كده عشان ايه ما تفرقعش. وهنزل هنا بالمية المغلية، وعلى الفرن بقى هسيبها ساعة. هنا بقى الرز اللي انا كنت عاملاه غرفته كده معاكم، شايفينه مفلفل وجميل وطعمه تحفة وريحته كانت اجمل كمان بكتير. وهنا طلعنا الفرخة بعد ساعة زي ما انتوا شايفين كده، دايبة بجد والله العظيم. كان نفسي تبقوا موجودين معايا، روعة بمعنى كلمة روعة. مش قادرة اقول لكم الرز اللي جوه اتخانقوا عليه قد ايه. هنا بقى قدمتها مع سلطة قوطة وعملت سلطة طحينة كده، وبألف هنا وشفا. اتمنى تجربوها واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.